ازيك يا ماما؟ عاملة ايه؟ في ريحة حلوة قوي. انتي بتعملي ايه؟ بتشوي بطاطا ولا ايه؟ بكرملها. عاملة بتكرمليها بطاطا ازاي؟ مكرملة زي ما أمي كانت بتعملها. بس إيه رأيك؟ شوف بصي شكلها لونها حلوة حلو قوي، إزاي. تسلم ايدك. بس أقدمها عايزة. اه اكيد عايزة، يعني حد. أكيد. ايوه، حد يما يشوف امه بتعمل حاجة حلوة يقول مش عايز. أنا عارفة يا أختي، ده حتى يبقى عيب. ايوه. هقدمها لك زي ما أمي كانت بتقدمها لنا. ماشي. بصي كانت بتفتحها لنا كده. بصي. بصي لونها من جوه بيبقى عامل إزاي بقى وخرة شربات بقى جميل جميل جميل. أوريكم الغذاء على أصوله. قدمها لنا كده معلقة عسل أسود في قلب البطاطاية. فاكرين المرة اللي فاتت حشيتها لكم ايه؟ المرة اللي فاتت جبتها لكم محشية ايه؟ شوكولاتة. شوكولاتة، مربعات شوكولاتة. شفتي انا فاكرة ازاي؟ بس بقى هي كانت بتحط لنا كده، وبعدين تروح لو في سوداني او سمسم متحمص كده تروح رش عليها كده. ويا سيدي على الغذا بقى. ويا سيدي لو في دقة، احنا كنا بنشتريها زمان من الراجل ما كده بحبهاش. ويديها لنا بالدقة. انتوا عالم جهلة ما اصلا. بحبش طعمها. بس يا بنت، الدقة وحشة، الدقة جميلة. بصي اهي نفتحها كده اهو، ونحط فيها عسل اسود، ونحط فيها السمسم او السوداني لو في موجود سوداني. المره اللي فاتت انا حطيت لكم سوداني، المره اللي بعدها حطيت لكم شوكولاته. مش عارفه بعد كده احط لكم فيها ايه، فسيخ مثلا. انتي ركبتي الاتنين على بعض ازاي؟ حاجه حادقه حاجه حادقه. حاجة حادقة. والله بالدقه بتبقى جميله قدام جميله. المدرسة لما كنت بطلع كان في راجل بيقف كان بيبيعها بيرش عليها ملح. ايوه ما بقول لك احنا كنا بناكلها ما بالدقه، ما هي بحبهاش الدقه كده كلها ملح خالص. ميكس كده حلو مع حادق، تحفه. عارفه تحفه يعني ما ايه؟ عجبتنيش. خطيره. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. كل عام وانتم طيبين. ايه رأيكم في الجو الرمضاني الجميل دوت؟ خلاص بقى كله عمل شققه وخلصت الشقق بقى على خير الحمد لله كده، ونطفت وبقت جميلة. بس تهدي حيلنا بصراحة، يعني هدى ما بعدها هد. بس بنجني بقى ده كله بالتزويق بتاع رمضان. حقيقي أجمل شهور السنة كلها هو شهر رمضان المبارك. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير يا رب، واليمن والبركات دايما يا رب. يا ترى ذكرياتكم ايه مع رمضان؟ كل واحد اكيد عنده بيبقى ذكريات مع رمضان من وهو صغير لغاية ما بيكبر كده ويبقى جد او جدة زي كده. ذكرياتنا زمان والله كان رمضاننا جميل قوي غير رمضان بتاع الايام دي. كان عندنا حاجة مقدسة كده ان احنا نتلم كلنا كده قبل المغرب بشوية، ونصلي صلاة المغرب جماعة كلنا مع بابا الله يرحمه طبعا، ونصلي كلنا ونقعد على الفطار على طول نفطر. وبعد كده بقى صلاة التراويح بتيجي هي والعشاء. طبعا كان قبلهم لازم نقعد للتلفزيون عشان نشوف الفوازير بتاعت نيلي. ايامي انا كانت نيلي وشريهان، دول الفوازير اللي احنا كنا بنشوفها. والله لو كان حد خرج اياميها في اي شارع من الشوارع كان هيلاقي الشوارع كلها فاضية، ما فيهاش ولا بني ادم. كله كان بينتظر الفوازير دي بفارغ الصبر. كلنا كنا متعلقين برمضان بسبب الفوازير دي. كمان كنا اطفال، كنا لسه صغيرين مش كبار. يعني كان انا الكبيره مثلا بتاعتهم كنت في ايه، كنت في ثالثه اعدادي واولى ثانوي الحاجات ديت. ما كناش كبار قوي ولا حاجه. بس كانت ذكريات جميلة قوي. وسهرنا طبعا في رمضان لغاية السحور. ما كانش بتحصل، احنا ما كانش عندنا حد بيسهر، كان عيب حد يسهر عندنا. لازم ننام بدري، كلنا لازم ننام بدري قبل ما بابا يوصل كمان. لازم ننام عشان المدارس وعشان ما يعني ماما كانت منعودانا على النوم بدري، وبصراحة هو أصح بكتير. لكن جيل الايام دي بصراحه كله بيسهر. مفيش حد سواء بقى رمضان مش رمضان صيف شتاء كله بيسهر بسبب الموبايلات والكمبيوتر والزنبليطه بتاعت الانترنت ديت. يلا الحمد لله حلو برضو. بس رمضان بقى ليه خصوصيه دلوقتي احلى بقى بالنسبه لي انا. خصوصيته طبعا في العباده.
اتغيّرت طبعًا عن زمان، يعني كنا متعلقين الأول بالفوانيس بتاعتنا، ما كناش بناخد فوانيس ولا ننزل شارع ولا الكلام ده، لأ بس كان كل واحد ليه فانوسه ييجي له، وهو الفانوس الصفيح بتاع زمان دوّة اللي ما حدش يقدر يستغنى عنه. بصراحة كانت ليه أيام جميلة، والشمع بتاعه كده اللي كان بيولّع، ونجيب الشمع كده ونحطه لغاية ما يلهلب إيدينا وإحنا ماسكين الفانوس من فوق، فطبعًا كان جميل بصراحة، ذكريات جميلة. والأيام دي بقى طبعًا كلّنا متجهين للعبادة، لإن كبرنا، يعني إحنا مش زي أولادنا الصغيرين طبعًا دلوقتي، للعبادة بقى، أهم حاجة العبادة، صلاة التراويح الجميلة بقى في الجماعة، والتهجد بتيجي في آخر رمضان، فبيبقى رمضان ليه صفات كده جميلة. أنا واحدة من الناس لغاية الآن أول ما أخرج من شهر رمضان بيبقى عندي حالة اكتئاب رهيبة، ما أعرفش ليه، بابقى عايزة رمضان يرجع تاني، زي ما كنت وأنا صغيرة، ما كنتش أفرح بالعيد الصغير أبدًا خالص، كنت باحب العيد الكبير بس، العيد الأضحى، بس هو ده اللي باحبه. إنما العيد الفطر بالنسبة لي كنت باقعد أعيّط أول يوم العيد عشان رمضان خلص، لإن كان رمضان بالنسبة لي أحلى من العيد. مين بقى اللي كان زيي كده؟ إيه يا فجر، بتحبي العيد والّا بتحبي رمضان أكتر؟ اعتقد ان مفيش حد بيحب العيد اكتر من رمضان، رمضان أحلى لان طبعًا. اجواءه جميله، جامعه العيله اصلا لوحدها بالدنيا. بنقعد كلنا أيوه. مع بعض ونقعد ناكل مع بعض، احنا عيله، احنا كبيت عندنا ما بنتعزمش ولا بنعزم حد في رمضان. ده الأيام دي بس، أنا كنت زمان الأول. زمان كانت آه، العيله كلها امه لا اله الا الله كانت بتبقى عندنا. انما يعني من ساعه بقى لنا ما 5 سنين. من ساعه ما بدانا كلنا نكبر وكده بقينا نحب اللي هو نقعد بقى عادات اللي هي العائليه بقى، ونقعد مع بعض وكده. الاختلاف الوحيد اللي حصل من اول السنه اللي فاتت بقى كل واحد يقضي رمضانياته مع نفسه. ماما في العباده، اخواتي في الشغل، انا مثلا في الدروس بتاعتي علشان رمضان بقى بيجي في المدارس. بس بجد برضو الايام كانت جميله، وبجد ذكريات مفيش اصلا زيها. ما فيش فعلًا. العيد بالنسبة لنا كان باحس كده إن الدنيا ضلِّمت بعد رمضان، باحس إن الشوارع هديت وسكتت خالص، ما شاء الله والله لاصور لكم الشارع بتاعنا إن شاء الله، بس هم بيركّبوا زينة رمضان الأيام دي والأنوار والحاجات ديّة، إن شاء الله هاصوره لكم وأوريكم المناظر، مصر على حق بقى، يعني فعلًا ما فيش زي مصر في أنا جه عليّا رمضان وأنا في السعودية، والله مش قادرة أوصف لكم الليلة دي أنا عمري ما أنساها أبدًا. كنت لوحدي في قلب الشقة، وكان باباهم الله يرحمه كان في شغله. والله أنا ما حسيت إن فعلًا في رمضان خالص ما شُفتوش أصلًا ولا أعرفه، والدنيا هُس هُس خالص وكل واحد في شقته، ولا أعرف إذا كان الرؤية اتقالت والّا لأ، ولا أي حاجة خالص، ما حسيتش لأ برمضان. عرفت رمضان أول ما وصلت مطار القاهرة، والله أول ما نزلت من الطيارة ومطار القاهرة، وحياة ربنا على طول عرفت إن رمضان جِه، ده رمضان بتاعي. أنا كنت واصلة تقريبًا، يعني عملت عُمرة شعبان هناك وقعدت وبعدين حضرت رمضان، وجيت في نُص رمضان، قضّيت بقى ال15 يوم التانيين من رمضان، حسّيت بقى إن فرق شاسع، شاسع، ما فيش زي مصر، مهما تروحوا وتيجوا ما فيش زي مصر، ورمضان رمضان بتاع مصر ده حقيقي حاجة تانية، زي ما قالوا في الأغنية والله، حاجة تانية خالص. طبعًا اللي يكون مثلًا اتغرّب مسافة طويلة أو كده، هيعرف الفرق في الموضوع دوّة، جامد يعني. إنما بقية السنة عادي، يعني مش هتحسّي الفرق الشاسع، لكن خاصةً في رمضان لأ، صعب جدًا إنِّك تمشي من مصر وتسيبي رمضان بتاع مصر، صعب أوي. بس الدراسة بقى يعني واخدة من رمضان جزء كبير الأيام دي. في مثل عندنا بيقول يا فجر، بيقول لنا دايمًا إيه، آآ يعني كانوا بيقولوا زمان مثلًا إيه، لمّا حد يرُد عليكِ ويقول لِك إيه، أنتِ قُلتِ له حاجة، هو يرُد عليكِ ويقول لِك: "عيب عليكِ، ده إحنا دافنينه سوا." سمعتِ المثل ده قبل كده؟ عادي، لما حد بيحور في حاجه بنقول يا بنت عيب عليكي ده احنا دافنين سوا. طب أنتِ تعرفي أصل القصة دي إيه بقى؟ لأ، تعرفيهاش؟ أنا هاحكي لكم بقى القصة بتاعة إحنا دافنينه سوا ديّة. قصتها عجيبة جدًا، ويعني فيها حاجات كده غريبة.
كان في اخين اتنين عايشين مع بعض. الاخين دول كان عندهم لا مؤاخذه يعني حمار كبير. الحمار ده كانوا بيعتبروه الفرد الثالث من العيله بتاعتهم، يعني بيحبوه حب ومتعلقين بيه تعليقه جامده جدا. الحمار. لان الحمار، والله كانوا متعلقين بيه جدا، لدرجه انهم كانوا بيجيبوه يقعدوه جنبهم وهم بياكلوا، وساكن معاهم في نفس المنزل، مش عاملين له مكان مخصوص كمان يقعد فيه لوحده، لا يقعدوه معاهم. المهم السيد الحمار دوت بقى كانوا اطلقوا عليه اسم ابو الصبر. قالوا هنسميه ابو الصبر، لان الحمار دوت كان بيحمل ليهم اثقال ومتاع وحمولات كتير جدا، كبيره عليه وتقيله عليه جدا. فبنقول بقى ايه، ان في يوم من الايام اخدوه معاهم في رحله طويله وكتروا عليه الشيل شويه، وهو ماشي يا عيني تعب جدا 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 من المشوار اللي هو تعبه، لانه كان مشوار كبير عليه جدا، وتعب وبرك في الارض وقع، لكن للاسف مات من كتر التعب اللي هو فيه، مات. حزنوا عليه حزن شديد جدا 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 الاخين دول، كأنه فرد ثالث من عيلتهم. حزنوا عليه بطريقة رهيبة جدا، وعملوا ايه كمان، قعدوا قالوا لازم ندفنه دفنة تليق بيه. واخده بالك انت يا فجر؟ هيدفنوا الحمار دفنة تليق بيه. ده حمار رهيب ده. المهم دفنوه وقعدوا يعيطوا على القبر بتاعه، قعدوا يبكوا بكوا عليه بكاء شديد جدا. فالناس وهم رايحين وهم جايين بدأوا يسألوا انتوا ليه بتبكوا البكاء الشديد دوت؟ فقعدوا يقولوا لهم حمارنا مات. لا هما يا ريت قالوا ان حمارنا مات، ما قالوش كده. قالوا اصل المرحوم كان غالي علينا جدا، وكان بيعمل لنا كل شيء، وكان بيحمل الاثقال بتاعتنا، وكان بيحمل الخير لينا، وكان بيعمل كذا وبيعمل كذا. فالناس افتكرت انهم مش بيتكلموا على الحمار، لا هم بيتكلموا على راجل صالح، عبد صالح، شيخ. هم قالوا كده. فبدأوا الناس بقى يجوا للمكان ده ويبتدوا يحطوا فلوس في المكان دوت، وافتكروا بقى ان المكان ده بقى خلاص مزار، خلاص الناس بس خلاص قالت لك ده هنا الشيخ ابو ايه، ابو الصبر. فهم عملوا ايه، خدوا الفلوس من الناس اللي اتبرعوا بيها وراحوا عاملين خيمة على القبر بتاع الحمار دوت. عملوا خيمة كبيرة. فالناس قالت بس ده احنا بقى كل واحد عنده مشكلة يروح يزور ابو الصبر، اللي متخانق مع مراته يروح يزور ابو الصبر عشان يصالح مراته، اللي ما يكونش بيخلف يروح يزور ابو الصبر عشان مراته تخلف، اللي مثلا عنده مشكلة عايز حلها برضو يروح عند أبو الصبر ويزوره. فبقى مزار خلاص بقى كبير يعني. وبدأوا بقى هم يجمعوا التبرعات ديت بطريقة فظيعة، وبدأوا بقى إيه يفكروا إنهم بدل ما يبنوا خيمة، لا إحنا بقى معانا فلوس كتير أهوت من التبرعات اللي بتيجي، فتعالوا بقى إيه نعمل حجرة كبيرة على القبر ده. ما شاء الله، يعني بقى مقام لابو الصبر دوت. بنوا حجرة كبيرة وبقى خلاص كده مزار عالمي بقى لابو الصبر دوت، اللي كل واحدة فيه حتى اللي مش بتتجوز واتأخرت في الجواز تروح تزور أبو الصبر عشان تتجوز. فسبحان الله يعني مش عارفة الجهل بتاع الناس دوت بيوديهم فين في الآخر. المهم في مرة من المرات بقى وهم قاعدين كده وبيعدوا الأموال بتاعتهم اللي جات لهم كتير والتبرعات زادت قوي على المكان دوت، فبدأوا يعدوا، اختلفوا هما الاتنين، اختلفوا يعني جايين يقسموا الفلوس، اختلفوا هما الاتنين. في واحد منهم عايز ياخد أكتر من التاني، فراح واحد منه قال له أنت أخدت أكتر مني، طب والله لا هروح أشكيك لأبو الصبر وهو اللي هياخد لي حقي منك. فطبعا ضحك الاخ التاني وقال له مين ابو الصبر ده اللي انت هتشتكيني عنه، عيب عليك ده احنا دافنينه سوا.
فجت بقى المثل دوت من القصة ديت. عرفتوا بقى المثل ده جه منين؟ عرفتي يا أبلة فجر بقى المثل ده جه منين؟ ابقى احكي لأصحابك بقى. حد عايز يروح عند أبو الصبر يا جماعة؟ وبقى مقام كبير وبقى مزار كبير. والله ما في أطيب من الشعب المصري ده على فكرة. بعدين أنا عايزة بقى إيه أتخانق مع اليوتيوب. أنا عايزة أعرف بقى اليوتيوب دلوقتي هو موقف ليه تفعيل قناتي لغاية دلوقتي. انتوا كنتوا بتقولوا 4000 ساعة، طب جبنا لكم أكتر من 4000 بكتير مرتين. اللي موقفين حالي ليه يا جماعة؟ موقفين تفعيل القناة ليه؟ في إيه؟ إيه الساعات بتروح فين؟ أنا مش عارفة. والله دي شكوة ناس كتير قوي، بس أنا مش عارفة مفهوم اليوتيوب بصراحة. يعني أنا مش عارفة أتعامل معاه. فالله أعلم بقى، هم بيختبروا صبرنا، بس إحنا صبورين قوي 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 يعني. وهنفضل معاكم للآخر برضه. مش هنيأس، مفيش يأس. إيه رأيكم في البطاطا اللي أنا عملتها ديت؟ بطاطا جميلة قوي، بطاطا مكرملة عليها عسل أسود وعليها سمسم. وكنا زمان بناكلها بالدقة، بتبقى جميلة قوي قوي قوي. بنتي بتقول على الدقة وحشة، معرفش ازاي يعني. احنا كنا بنعشق ما الدقة. بحبهاش. وبالسميد بقى على كورنيش النيل ومعاها بيضة مسلوقة بقى. مش قادرة أقول لك ما بقى. بحبهاش برضه. عالم جهلة انتوا. انتوا جيل مش عارفة مالكم. ليه؟ انا باكل كل حاجه، انا باكل قلقاس، محدش من اصحابي بياكل قلقاس. قلقاس؟ انتوا بتضربوا المثل بالقلقاس؟ محدش منهم بياكل قلقاس. ليه ان شاء الله؟ بيقرفوا منه. بيقرفوا من القلقاس؟ انا عندي صحابي ما بتاكلش جبن. لا، ما انتوا جيل بصراحة يفقع. ما تجمعيش. اكسكيوز مي. انا ايوه باكل ايوه. كل حاجه. يلا ربنا يعديها على خير في الايام الصعبة اللي احنا فيها ديت. وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. وان شاء الله هنزل لكم بقى تفريزات رمضان باذن الله. حاجات كده بسيطه على قد الايد. بس والله بتنفع طول رمضان. احنا مش بنعمل التفريزات ديت يا جماعه عشان نبقى قاعدين طول النهار في رمضان او ما نشتغلش. لا بالعكس، ده احنا بنشتغل طول النهار. ما بنخلصش شغل. ولا بالليل كمان ولا في السحور ما بنخلصش شغل. بس بيبقى لازم يبقى في يعني بنعمل حاجات ونركنها في قلب الفريزر دلوقتي عشان يبقى في وقت للعبادة، مش أكتر من كده والله. مش عشان احنا نقعد فاضيين أو نقعد قدام تلفزيون. أنا واحدة من الناس ما باجيش ناحية التلفزيون نهائي طول شهر رمضان. ما بقربوش خالص. ولو والله لو سألتوني على أي مسلسل من مسلسلات رمضان هقول لك معرفوش، ما شفتوش. لأن ما فيش وقت فعلا. هشوف امتى الكم ده ان شاء الله؟ ولا مسلسل واحد حتى هشوف. اشوف بعد رمضان لو عجبني مسلسل ولا حاجه. ابقى اشوف بعد رمضان ده لو كان فايض وقت. انما ما بيفقدش وقت للاسف. عندنا الصلاه بتاخد وقت كبير جدا. قرايه القران بتاخد وقت كبير مننا جدا. شغل البيت بقى يعني احنا بنستغيث بصراحه في رمضان. بنستغيث من شغل البيت. يعني مكثف، هو مكثف. شغل البيت مكثف. ولازم حلويات كل يوم. ولازم مشروبات كل يوم. وتحضير سحور. وكل واحد ليه طلب في السحور. مش سحور عادي كده ونعمل كله زي بعضه. لا، كل واحد ليه طلب مخصوص لازم الواحد يقف يعمله. يعني دول عيال. يلا بكره هم هيعملوا ولادهم فيهم كده. يلا كله عند ربنا. هناخد ثواب على كل دوت. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. واقول لكم ايه بقى؟ تصبحوا على خير. مع الف سلامة. اشوفكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله وحكاية جديدة ان شاء الله. مع السلامة.